تخيل ان الهجوم اللي انت خايف منه بكره انه مش هيجيلك من هاكر قاعد قدام شاشه، لا ده هيجيلك من نموذج ذكاء اصطناعي محترف جدا بيعرف يكتب رسائل نصيه او انه يعمل صفحات مزيفه يقنعك بيها. بيصمم لك صفحات مزيفه في خلال ثواني، وكمان بيقدر يستخرج ثغرات شبكتك اسرع منك انت شخصيا. ده مش فيلم، ده التهديد القادم وبالفعل بدأ. اشترك دلوقتي في القناه لو عايز تعرف ازاي تحمي نفسك قبل ما يفوت الاوان. الذكاء الاصطناعي حرفيا دخل في كل حاجه في حياتنا، من كتابه النصوص للاتمته لكتابه السكريبتات، وطبعا مع القوه الضخمه اللي بتيجي دي بتيجي معاها المسؤوليه الكبيره. المشكله ان الهاكرز دلوقتي بقوا بيستغلوا الذكاء ده في ان هم يعملوا هجمات اقوى واسرع وكمان صعبه الكشف بشكل اكتر. وفي العالم العربي التطور بيكبر بسرعه، ولكن الحمايه للاسف مش بنفس السرعه اللي بيحصل مع التطور فيها. النتيجه مزيج خطير، تطور تقني ولكن ببنيه دفاعيه ضعيفه. هدفنا في الفيديو ده عباره عن حاجتين، نفهم عشان نتحصن. قبل ما نكمل خلينا نفهم المصطلحات اللي هنسمعها كتير. الهجمات المعتمده على الذكاء الاصطناعي معناها ان النظام نفسه هو اللي بيعمل الهجمات دي بشكل تلقائي، من كتابه رسائل مزيفه لتنفيذ الهجمات وحاجات تانية كتير جدا. الاوتوميتد ريكون هو ببساطة شديدة جمع المعلومات عن الهدف ولكن بسرعة رهيبة. اما بقى الادفرسيريال ML فهي تقنيات بتخدع نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. فهم المصطلحات دي مهم جدا لانها اول خطوة للدفاع. في هجمات فعلا مخصصة بتحصل وبتستخدم نماذج AI، زي مثلا وليكن هجمات التصيد اللي بتستهدف موظف بعينه عن طريق بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، او بوتات ذكيه بتتكلم مع الضحيه بشكل طبيعي جدا لحد ما تكسب ثقته. وكمان في ادوات بتجمع بيانات عن الاف السيرفرات في خلال ثواني. وفي نوع اخطر وهو تسميم البيانات، وهنا بقى الهاكر او المهاجم بيدخل بيانات غلط بشكل معين عشان يضلل النماذج الدفاعيه. هدفنا ايه بقى من ان احنا نتكلم عن الحاجات دي كلها؟ مش طبعا ان احنا نعرف نعمل زيهم، لا، هو هدفنا اننا نفهم عشان نمنعه. احنا دلوقتي حاليا منطقتنا بتتطور رقميا بسرعة، ولكن في نفس الوقت في بعض الشركات اللي مش بتواكب نفس المستوى من الحماية. يعني مثلا في بعض الشركات عندها مستويات ممتازة جدا من الحماية، ولكن في شركات تانية بتبقى لسه بتبدأ من الصفر، وده طبعا بيخلق فجوة باينة جدا بيستغلها المهاجم الذكي. غير كده الاعتماد الكبير على الايميلات والواتساب في التواصل الاجتماعي بيفتح الباب لهجمات اجتماعية بتشتغل بوراء. الهاكرز بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في 3 مراحل اساسية في الهجوم. اولا وهي جمع المعلومات بشكل اوتوماتيكي، كل حاجة عامة عن الهدف بتتحول لبيانات منظمة. ثانيا تخصيص الهجوم، النظام بيبني رسائل مخصصة للشخص المستهدف بنفسه. ثالثا التنفيذ الاوتوماتيكي، حملة كاملة بتدار لحظيا عشان تظبط وتحسن من مستوى الهجوم على حسب النتائج. وهنا بقى بيجي دور الدفاع. اول حاجة وهي المراقبة وكشف الانماط الغير طبيعية والتحقق البشري في كل خطوة. لو انت جزء من فريق امني او هاكر اخلاقي لازم تكون مستعد. ابني مختبر محاكي للتهديدات، زي وليكن مثلا بيئة افتراضية تحاكي فيها هجمات الذكاء الاصطناعي ولكن طبعا بدون مخاطرة. درب أنظمة الدفاع على بيانات حقيقية من بيئتك مش بس بيانات عامة. حلل اللغز بذكاء واستخدم أدوات سم بتقنيات الماشين ليرنينج. اعمل اختبارات تصيد داخلية طبعا بإذن رسمي عشان توعي الموظفين. وما تنساش الأساسيات، المصادقة المتعددة والتحديثات الدورية وكمان تجزئة الشبكات. في شركة متوسطة المدراء الموجودين فيها بدأوا يستقبلوا الرسائل المشبوهة. فريق الأمن هنا بقى اشتغل بذكاء، بدأوا يحللوا الرسائل اللي جاية دي واكتشفوا إنها بالكامل مولدة عن طريق نموذج ذكاء اصطناعي. طب يا ترى إيه الحل اللي اتعمل؟ أول حاجة وهي الفلترة. فلتروا الرسائل اللي رايحة ديت بشكل متقدم، وكمان عملوا مراقبة لمصادر الإيميلات ديت، وبالإضافة كمان اللي هم دربوا الموظفين عشان وعيهم يزيد. والنتيجة كانت ممتازة، الهجمات قلت بنسبة تخطت 90%. في المثال ده بقى الكشف المبكر زائد توعية المستخدمين وصلنا لمستوى دفاعي حقيقي. ولو انت طالب جاد وناوي تتعلم بجد اشترك دلوقتي، لان السلسله الجايه هشرح فيها بشكل عملي خطوه بخطوه ازاي تتصدى للنوع ده من الهجمات. ابدا بنفسك، في ادوات قويه جدا ممكن تستخدمها بشكل كويس في الدفاع. اول حاجه وهي منصات سم، ثاني حاجه وهي انظمه EDR، بالاضافه لادوات محاكاه التصيد، وطبعا ادوات اوسنت للبحث الامن. ادرس تقارير ثريت انتليجنس
وابحث عن الماشين ليرنينج للامن، وابدأ صغير ببيئة افتراضية بسيطة وشوف ازاي النظام بيتعامل مع البيانات. لو انت طالب او مبتدئ في الامن السيبراني فالطريق واضح جدا. اول حاجة وهي انك تبدأ تفهم الشبكات وكمان اللينكس، تاني حاجة وهي انك تقدر تحلل اللوجز، تالت حاجة وهي انك تبحث عن اهمية الذكاء الاصطناعي وطرق استخدامه في الامن السيبراني. اشتغل على مشاريع بسيطة في مختبرك وكمان تثبت فيها مهارتك، لكن الاهم الاخلاق، ما تختبرش اي نظام من غير اذن قانوني. الهاكر الحقيقي هو اللي يعرف يهاجم، ولكن طبعا ما بيختارش انه يعمل كده الا بشكل قانوني. اشترك في القناه دلوقتي وابدا بسلسله من الصفر للاحتراف في تعليم السايبر سيكيورتي لو انت عايز تتعلم. الذكاء الاصطناعي مش عدو وكمان مش صديق، هو مجرد اداه. ويجي هنا بقى دور السؤال المهم، يا ترى مين اللي هيقدر يستخدم اداه للذكاء الاصطناعي دي الاول، المهاجمين ولا المدافعين؟ قول لنا رايك في التعليقات من خلال فهمك للفيديو. لو لسه ما اشتركتش لغايه دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شارك الفيديو مع زميلك او مديرك لان وعي واحد بيفرق كتير جدا في الحمايه. ولو وصلت لحد هنا يعرف ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، واشوفكم بخير. انا سيف لاشين وكان معكم سيف لينك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.